انت عارف ان غلطتك في اختيار طريقة بناء التطبيق من البداية ممكن تدمر كل حاجة. خليني اشرح لك الفرق بين المونوليثيك والمايكرو سيرفيسز في اقل من دقيقة. المونوليثيك يعني كل حاجة في التطبيق متجمعة في كود واحد، تسجيل دخول دفع منتجات كله في نفس المشروع بنفس لغة البرمجة، بتبقى سهلة في البداية وسريعة في الديبلويمنت، بس اي مشكلة في جزء ما في السيستم ممكن تضرب كل السيستم، وده بنسميه single point of failure. اما المايكرو سيرفيسز فكل وظيفة عبارة عن خدمة مستقلة او مايكرو سيرفيس، زي الاوثنتيكيشن او الاوردرز او البيمنت، كل واحدة بتشتغل لوحدها واي مشكلة تحصل في سيرفيس منهم هي الوحيدة اللي هتتأثر. بتبقى مرنة وسهل اللي انت تطورها بشكل منفصل، بس معقدة ومحتاجة تنظيم وتقنيات ديف اوبس قوية، وكمان تكلفتها اعلى. طب امتى استخدم ايه؟ لو مشروعك صغير او لسه بتبدأ ومش شايف له اللي هو هيكون سكيلابل قوي، ابدأ بمونوليثيك واشتغل على المونوليثيك. لو فريقك كبير او مشروعك هيتوسع في المستقبل، يبقى المايكرو سيرفيسز هتخدمك اكتر. الهدف مش تختار الموضة، الهدف انك تختار الصح لمشروعك دلوقتي وبعدين، لان اختيارك ممكن يبني او يهدم مشروعك. اكتب لي في الكومنتات انت شايف ايه الانسب ليك، او لو عايز استشارة لمشروعك سيب لي رسالة.